سيليسن، رقم 22 دامفريس، رقم 17 ديلي بلين، رقم 3 ديليخت. منتخب الدار الجراندي بورتوغال لحراسة المرمى باتريسيو على اليمين اللي ما يتعرفش هو اصل المعرفة في الاهداف كرينين في دراغاو في بورتو. البداية في الفينال والبداية باهم الارقام. اسمه جيل امنا الشاعر دفاعات هولندا سينجح من جديد. 4 تعادلات ومرتين فقط ربحت هولندا. كرة خطيرة وين الفار ما فهم. وفازت مرة أخرى البرتغال. جيل السبعينات يلعب فينال 64. الجيل اللي كان بالكرة الشاملة غير التسعينات. جيل طبعا بيركامب إدغار زمان التي مررت عليهم في لحظات. مباراة محاولة والتسديد وكرة بعيدة كانت البرتغال. صعبة جدا الكرة عكسية والكرة إلى ركنية. ركنية من اللاعب ديلي بليند في اليسار بعد ما اعتدنا في اياكس. يلعب اكسيال محوري فرنانديز يمشي البرتغالي خطيرة جول الحارس سيليسن الكتالان. كرة ترجع من سيليسن. الفريق البرتغالي استثمار عنصر الدار استثمار البرتغال لها الخطورة. كرة تمشي طويلة يغطي ديليخت ركنية ضربة مرمى. نعم هي كذلك ضربة مرمى على اللاعب جيدش لاعب فالنسيا في الليغا بإسبانيا. كرة طويلة وبعيد على وينالدوم. شوم وكرة شيخة وكرة جو وكرة متعة وتاريخ اللي كانت مع ميكيلز. خطيرة كرة الهدف الأول يضرب كرة باش يشوط خطيرة للجول. رونالدو بالراس التي تميزت بكبار المهاجمين ولكن أيضا تمتاز أنها دائما عندها حراس تاريخيين. كنت تكلمت الكرة خارجة من دانيلو. هذا داني يرفع الكرة سرح كرة مرة أخرى وفي خطأ في صافرة القابل الإسباني أونديانو ألبرتو ماينكو. كرة ستعود على خطأ لمصلحة برناردو سيلفا. رونالدو البرتغالية يمشي برناردو سيلفا يلعب الكرة برناردو كورنر ركنية للبرتغال. البرتغال تسير المباراة بشكل ممتاز. تابع من بلين تمشي كرة على القائم الأول خطيرة ترغبة هو السباق على السملاء كريستيانو حتى بالراس وكرة خارجة. نعم خارجة تمام في تاريخها. الفريق الهولندي تقريبا 25 دقيقة لعب في الشوط الأول. الكرة الثابتة للفريق. الكرة ترجع للفريق كيلو ونص ورونالدو الركنية. الكاس والتروفيه اللي شفناه في أول المباراة جميل جدا يزن 7. فكرة على الكاس اللي يرفعها فان دايك رونالدو والكرة الثانية البرتغال الاقتراب كريستيانو رونالدو والكرة عن طريق الحارس أو رقم 6 فونتي. إصابة لديليخت 20 سنة ديليخت. كل حكاية بداية أخرى للبرتغال. برناردو والحارس والركنية. البرتغال تستنزف